فقال لي نائب مدير المخابرات، انتوا بقالكم 69 يوم عاملين احمد شفيق خيشه بتسيقوا بيها البلاط، فابشروا بهذا الوزير الفاشل. واقول لكم احمد شفيق هو حسني مبارك بالضبط. الاستبداد، العنجهية والغطرسة، كان يجعل من نفسه اله لا يناقش. احمد شفيق هو نفس الغطرسة والعنف والتعسف. احمد شفيق استلم وزارة الطيران ليس عليها جنيه واحد ولا دولار واحد. وزارة الطيران بجميع شركاتها الان مديونة بما يقرب من 30 مليار جنيه لخواجات البنك الدولي في سبيل ان يعمل مشروعات حققها وصلها لتحقيق المجد الشخصي فقط. وقد استطاع بعنوانه ان يرشد بعض الصحفيين المرتزقة عشان يعملوا عليه انه انجز في مجال الطيران، وكلها انجازات في خراب مصر لا لزوم لها. ولما ناقشناه وهو بيعمل ممر للطائرات بمليار وبرج مراقبة ب250 مليار صار علينا وهاج ومات. احمد شفيق هو نفس حسني مبارك في الاستبداد. احمد شفيق قام بعسكرة وزارة الطيران المدني بالكامل لصالح زملائه من العسكريين وابنائهم، وصرخ جميع المناصب القيادية في وزارة الطيران لصالحه. احمد شفيق الان هو الذي يدير ومكلف ان يدير الحوار مع قوى المعارضة في مصر، وفشل في ان يدير حوار مع 500 مراقب جوي. احمد شفيق مكلف ان يقوم بعمل اجراءات